وقد استقبل خادم الحرمين الشريفين رعاه الله كل من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وفخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان، وفخامة الرئيس ماكي سار رئيس جمهورية السنغال، وفخامة الرئيس الفريق الركن طيار إدريس ديبير أنتو رئيس جمهورية تشاد، وفخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وفخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي، وفخامة الرئيس الدكتور إكليل ظنين رئيس جمهورية القمر المتحدة، ودولة السيد نواز شريف رئيس وزراء باكستان، ومعالي رئيس الحكومة المغربية عبد الله بن كيران وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والأراضي وزير الشؤون الإسلامية والحج في جمهورية موريشيوس السيد شوكت سودهان، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن الحسين ومعالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بسلطنة عمان، وقائد القوات المسلحة الماليزي ذو الكلفي محمد زين، ومعالي وزير الدفاع والأمن الوطني المالديفي آدم شريف. كما كان في استقبالهم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. وقد أقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله مأدبة عشاء تكريما لأصحاب الفخامة والسمو والمعالي قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة في تمرين رعد الشمال. حضر الاستقبال والمأدبة صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد، وصاحب السمو الأمير تركي بن عبد الله بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير الدكتور مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة الحدود الشمالية، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد المجيد بن عبد الإله بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز، وأصحاب المعالي الوزراء وعدد من المسؤولين.